ربنا يكفيك شر الراجل لما يحب مرة. قول امين. هو بيعتبر نفسه اله المنطقه دي كلها. وأن عذابي هو العذاب الأليم. طب ايه هو العشق؟ بعد ما شرحنا فيلم ذا جاد فازر، جه الوقت عشان نتكلم عن الفيلم اللي من وجهة نظري بعتبره ذا جاد فازر السينما المصرية. في 2009 صدر فيلم طال هجوم كتير من الجمهور والنقاد، لدرجة ان الفيلم ما نجحش في شباك التذاكر ولا جاب حتى تكاليف انتاجه. وعلى الرغم من ان الفيلم مش هو انجح فيلم لبطله، ولكنه مع ذلك في كل لقاء ليه كان بيصر على انه افضل فيلم عمله. وبالرغم من مرور سنين كتير الا ان الفيلم لسه برضه بيتهاجم من كتير من الجمهور اللي مش فاهمين فكرته الحقيقية، وده لانها متدارية شوية ورا احداث العنف والبلطجة، مع العلم ان قصة الفيلم الحقيقية محروقة بالكامل في اول ثانية في الفيلم، لكن محدش بيركز. الحكاية كانت كده واحنا كنا كده، والرغم من كده عملنا كده، ودي المعجزة. مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. دي أول ثانية في الفيلم. معنى وقصة الفيلم كله بيتلخص في المقولة دي. الفيلم عبارة عن حالة عشق. المؤلف عباس أبو الحسن ما كتبش فيلم عادي، ده كتب ملحمة أسطورية وتحفة فنية بتتكلم عن الصداقة والخيانة والانتقام والعشق وضحايا العشق. وخلوا بالكم إننا بنستخدم كلمة عشق مش حب. طب ايه هو العشق؟ العشق هو اعلى واعنف درجات الحب. العشق اخطر. العشق بيخلي الواحد يتصرف من غير تفكير. العشق ممكن يوصل لدرجة الجنون. العشق نار بتحرق صاحبه. شعلة العشق في الفيلم هي حورية، صاحبة الشعر الغجري المجنون اللي بيسافر في كل الدنيا، واي حد هيقرب منها مفقود مفقود مفقود. فيلم ابراهيم الابيض هيفضل ملحمة وواحد من افضل الافلام في تاريخ السينما المصرية، وعمره ما هيموت. وده لان عباس ابو الحسن كتب الفيلم على شكل سيرة شعبية، زي السير الشعبية الموجودة في تراثنا العربي، زي سيرة ابو زيد الهلالي وغيرها. السيرة الشعبية بتبقى مستوحاة في الغالب من قصص الأنبياء. السيرة لازم تكون من كلمات دارجة ولازم يكون فيها سجع. الصياعة انك تعور ما تموتش، تشرط سطحي ما تغزش، تكسر عين اللي قدام منك وتقلبه مرة وتخليه يمشي في وسط الناس وعلى قرطه توقيعة. واتسمت أصلا سيرة عشان الناس بتتناقلها وبتحكي عنها، والسيرة بتحتاج لراوي، والراوي في فيلمنا هو عشري اللي عرفنا إبراهيم من خلاله. إبراهيم ما يخافش إلا من الغشيم. الغشيم يعني يا هيموتك يا هيزنقك تقتله. بطل السيرة الشعبية زي ما قلنا لازم قصته تكون مستوحاة من قصص الأنبياء. لازم طفولته تكون صعبة وظروفه وحشة، وبيكبر ويتربى في بيت عدوه. بطل السيرة الشعبية لازم يكون لا يقهر، ولازم يكون ما بيخافش. انت ذكر صحيح، قلب ميت، انا بتوصلني اخبارك. بس سيرة إبراهيم الأبيض بقى مختلفة عن أي سيرة تانية، لأنها بتحصل في عشوائيات القاهرة، في مكان البقاء فيه بس للأقوى، ومفيش فيه أي مكان للقيم. وبالرغم من إن الأحداث بتدور في القاهرة، إلا إننا نادرا ما بنخرج أو نشوف القاهرة. أحداث بتدور في عالم موازي، في غابة حرفيا، والغابة دي بيحكمها الملك عبد الملك زرزور. حد لشوق لحاجة؟ عبد الملك زرزور الإله المسيطر على كل حاجة في المنطقة دي. هو بيعتبر نفسه اله المنطقه دي كلها. وتعالوا نشوف ازاي المخرج عبر عن المعنى ده بالسينما. مروان حامد في اول ظهور لعبد الملك زرزور بيجيبه لنا من ظهره وما بنشوفش وشه. اول حاجة بنشوفها فيه هي ايده اللي بتتحكم في كل حاجة،
وده بالظبط نفس البداية اللي بدأها كوبولا عشان يعرفنا على دون فيتو كورليوني في ذا جاد فازر. وعشان مروان حامد يبينه في صورة إله وملك المنطقة، حطه فوق في منطقة عالية عشان يبقى شايف ومسيطر على كل حاجة، وعشان انت كشخص في المنطقة لازم تشوفه من تحت كملك على عرشه وتشوفه من ورا حواجز. الملك اللي بيقدر يقرأ اللي قدامه كويس جدا، وبيحيي ويموت بنظرة واحدة من عينه. انا حييتك تاني. وطبعا لازم يكون حكيم. لو في نخلة فرعة في حوش بيتك جذورها مدت وهيجيلها يوم تضيق، تقطعها على طول ولا تستنى بلعها الأول وبعدين تقطعها؟ فتخيل بقى عالم الراجل ده عامل ازاي. بعد كده بنشوف قصة عشق إبراهيم وحورية. حورية اللي في أول ظهور ليها نقدر نشوف قد إيه هي خط أحمر، يمكن من شكلها، من لبسها الأحمر أو شعرها الغجري اللي اتكلمنا عنه. ولو ما لاحظتش ده فحب إنكم تركزوا شوية في الكادر عشان تشوفوا إيه اللي مكتوب على الحيطة اللي ورا حورية في أول ظهور ليها مع إبراهيم. نقدر نشوف في الكادر كويس جدا جملة ملك المعلم عبد الملك زرزور. بنكمل في قصة عشق إبراهيم وحورية وبنروح لمشهد من أجمل مشاهد الفيلم، وهو مشهد القطر. بنشوف قصة الحب اللي قدرها تفضل دايما في الضلمة محبوسة ورا الشبابيك، وأبطالها مسجونين في العشق. ايه العتمة السودة دي؟ وفي آخر المشهد بيفتح مروان حامد الكادر عشان نشوف قد إيه النور بعيد عنهم، وبعدها بيبتدي يوم جديد. بنشوف إبراهيم وعشري وهم رايحين ينفذوا عملية لعبد الملك زرزور في مشهد متاخد وان شوت بمنتهى العبقرية من مروان حامد. الكاميرا محطوطة قدامهم مش وراهم عشان ما تبينش طريقهم، لأنهم الاتنين ملهمش مستقبل، ماشيين وزي ما تيجي، مش متحكمين في طريقهم هو اللي متحكم فيهم. حتى الموتوسيكل عطلان وهم متساقين مع الدنيا. عيان راكب ميت، يلا هتدور لما صاحبها يدور، يلا بلاش عطلة. في المشهد اللي بعده بنتعرف على الضحية التالتة للعشق، وبنسمع عن قصة عشق عبد الملك زرزور لحورية. ربنا يكفيك شر الراجل لما يحب مرة، قول امين. بعدها مروان بيعمل قط على عبد الملك زرزور من ورا مشربية وهو بيحاول يسرق نظرة على حورية، عشان في المشهد ده يبان الملك اللي كل الناس بتخاف منه زي الأسير المحبوس ورا قضبان مسجون في العشق زي إبراهيم وحورية. ولأننا مجتمع متدين بطبعه طبعا زي ما احنا عارفين، منساش المخرج يحط الصبغة الدينية في الفيلم. في مجتمعنا عادي تلاقي الحرامي قبل ما يسرق بيصلي ويدعي ربنا انه يوفقه في اللي هيعمله. في المشهد ده بنشوف 3 مجرمين بيتفقوا على عملية في وسط الشارع قدام الناس العادية. الإجرام ده عايش في وسطنا عادي وتحت صبغة دينية بيستخبى تحتها كتير من الموبقات، يعني يبقوا لسه قاتلين الراجل ويقول لك ربنا عاوز كده. دي موتة ربنا واحنا ملناش دخل بيها، وانت ست مؤمنة. من أهم الأدوات اللي استخدمها المخرج مروان حامد في الفيلم هي الفور شادوينج. والفور شادوينج هي إن المخرج في المشهد بيديك حاجة ويركز عليها عشان هنحتاجها في المشهد اللي بعده. لما عشري وإبراهيم راحوا ينفذوا العملية بنشوف مروان بيعمل كلوز على المسدس عشان ينبهنا إننا هنحتاجه في المشهد اللي جاي. العربوية بيغدروا بإبراهيم وعشري زي ما كان إبراهيم متوقع، لكنه بيقتلهم وبيرجعوا بالبضاعة، وكمان بيكتشفوا الخاين اللي في وسطهم. وبنعرف بعد كده إن جرحي ابن المعلم زرزور هو اللي عمل كده عشان يخلص من إبراهيم بعد ما علم عليه. وبنشوف أحد المشاهد الأيقونية في الفيلم. هو بيعتبر نفسه إله المنطقة دي كلها. وأن عذابي هو العذاب الأليم. وبس مش جرحي. بعدها بنرجع تاني لصوت عشري اللي بيقول لنا إن إبراهيم بقى بطل شعبي في المنطقة دي. في يوم وليلة اسم إبراهيم الأبيض لعلع ومحدش بقى يحكي الحكاية زي ما حصل. وعلى أنغام عبد الباسط حمودة بنكتشف الكارثة، وهي إن حورية تبقى بنت سوسن بدر. وده السر اللي حاول مروان حامد يبينه على مدار الفيلم، لكننا ما كناش واخدين بالنا. حورية هنا، حورية يا عشري، ليه يا إبراهيم؟ أم حورية هي اللي قتلت أبو إبراهيم، وبعدها إبراهيم قتل أبو حورية، وبكده بيدخلنا عباس أبو الحسن في مأساة شكسبيرية. بعد ما كنا بنتكلم عن ملحمة روميو وجولييت بنتحول لملحمة هاملت وأوفيليا،
أوفيليا اللي اكتشفت إن حبيب عمرها هو اللي قتل أبوها، في اقتباس ولا أروع من المؤلف عباس أبو الحسن. كمان بنشوف مونتاج عبقري من المونتير خالد مرعي والمخرج مروان حامد لما عملوا فلاش باك عشان يعرفونا أصل القصة. وفي الفلاش باك بنشوف أم حورية بنفس لبس وشكل حورية عشان يرسموا لنا بداية تحول حورية لأمها البشعة. ورحمة أمي في تربتها، ما في جنس مخلوق خلقه ربنا يقدر يلمس شعرة منك طول ما فيها نفس. وزي ما قلنا إن قصة عشق إبراهيم وحورية مكتوب عليها الظلام، كانت الإضاءة كمان في الفيلم بتساعد على ده. إبراهيم راح عشان يستنى حورية زي ما اتفقوا يتقابلوا، ولأنه كان بيفكر في مستقبله لأول مرة شفنا الكاميرا بتيجي من وراه عشان تورينا إيه اللي قدامه وتورينا الدنيا الواسعة والمستقبل اللي قدامه. لكن أذان الفجر بيقطع أفكاره وحورية ما بتجيش، فبيغير مدير التصوير سامح سليم وضع الكاميرا عشان الكاميرا تبقى قدام إبراهيم وتورينا بس اللي وراه عشان يختفي المستقبل وتظهر وراه حيطة مقفولة، طريق مسدود. وبينزل بالكاميرا لتحت عشان يقول لنا انه مش بس طريقه مسدود وعمره ما هيوصل، ده حتى لو فكر يطلع خطوة واحدة لقدام هيقع من على الجبل. وبالرغم من اننا في بداية فجر جديد الا ان الاضاءة كانت غامقة عشان تكتم على نفسنا وتخنقنا زي ما خنقت ابراهيم وقفلتها في وشه. ابراهيم بيقرر يروح لحورية البيت عشان يعرف هي ما جاتش ليه، وفي مشهد كله ظلام بيتكلم ابراهيم مع حورية في الظلام. انا ابراهيم يا حورية. انهي ابراهيم فيهم؟ البلطجي اللي بيكسر بيوت الناس في نصاص الليالي ولا المجرم اللي قتل ابويا؟ حورية في الظلام بقت شبح، وكأن حورية القديمة خلاص ماتت وتحولت لشبح. وابراهيم برضه في الظلام، بس ده من كسوفه وانه مش عارف يرد على حورية ولا عارف يقول لها الحقيقة، فبيتدارى في الظلام وبيفتح النور عليه في الاول لانه اتكشف قدام حورية. واثناء ما حورية بتلطش في ابراهيم بنشوف قط على الحية ام حورية اللي تسببت في كل ده، وبالابتسال الاسود بانت كأنها حية بتقوم من نومتها، حتى الإضاءة عكست ضلها على السرير وكأنه حية. حية بتجيب حية وهتشوف بعينك. الحية بتجيب حية، حورية تحولت لحية، وده بيفسر لنا التشابه في اللبس ما بين حورية وأمها. المخرج كمان كان بيستخدم الإضاءة مع اللو أنجل لما يحب يورينا شخصية بشكل قبيح زي ما بنشوف في الكادر ده، وبعدها المخرج بيفتح وايد شوت عشان يورينا المسافة اللي بقت بين حورية وإبراهيم، وإن أصبح ما بينهم كتير من الحواجز والحوائط والأسلاك الشيكة. وبكده يكون عدى ساعة من الفيلم فرش لنا فيها المؤلف والمخرج عالم الفيلم، وعرفنا فيه الصراع الأقوى والأبدي ما بين القلب والعقل. بعد انفصال حورية وإبراهيم بنشوف إن لبس حورية اتغير وراح اللون الأحمر، اختفى لون العشق. إبراهيم بيحاول محاولة أخيرة إنه يدافع عن نفسه قدام حورية ويشرح لها اللي حصل، يمكن موقفها يتغير. إبراهيم بيبعت عشري لحورية اللي غيرت خلاص اللون الأحمر، وعشري بيكون لابس جاكيت إبراهيم عشان حورية تصدقه. وفي الكادر ده هنلاحظ إن حورية أصبحت هي المسيطرة، بتسيطر بالكامل على الكاميرا والكاميرا بتركز معاها بس بغض النظر عن أي حد معاها في المشهد. عشري بيقدر يقنع حورية إنها تقابل إبراهيم وتسمعه للمرة الأخيرة. اشتري منه هو تبقي سمعتي الكل، حكم انت. وبنشوف إبراهيم وهو بيستعد عشان يقابل حورية وفي نيته إنه يديها العقد بتاع أمه زي ما بنعرف من الفلاش باك. إبراهيم فعلا بيخرج من البيت ولكنه بيتعمل له كمين وبيتقبض عليه. سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود.